يشطئوا بالبيت وبالمقلاية وبأسهل طريقة. هي الوصفة خطيرة بكل معنى الكلمة. أول شيء بيلزمنا كيلو من صدورة الدجاج. ليش بنقطعهم بسم الله لمكعبات بهالحجم كتير ممتاز. ومن بعد ما قطعناهم وجهزناهم ننزل عليهم بمقدار فنجان شاي من زيت الزيتون بسم الله، ومعلقتين كبار من لبن الزبادي، ومعلقة كبيرة من دبس الفليفل، وبدنا عصير ليمونة كاملة، ومقدار 3 اسنان من الثوم مهروسين بسم الله. وبالنسبة للبهارات يا حبايب ركزوا معي كتير منيح لأني حنعمل خلطة ما حصلت بالتاريخ. مقدار معلقة ونص صغار من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأبيض أو الأسود بسم الله. كذلك الأمر من الكزبرة اليابسة، ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا ويفضل تكون مدخنة بسم الله، ونص معلقة صغيرة كمون وزنجبيل، وبنختم بنص معلقة صغيرة من الأوريجانو أو الريحان. وهلا يا حبايب صواه ندعكم دعكة كتير مرتبة، وبنغطي وبنخليهم ساعتين اقل شيء بالبراد لحتى ناخذ افضل نتيجه. وهيك بعد ما عدى عليهم وقت منيح بالبراد يا حبايب صاروا جاهزين لحتى نشتغل فيهم. الله ريحه التتبيله والله ولا اطيب من هيك. وهلا بنبلش بنشكهم، وحتى فيكم تقلوهم بدون شك بس لحتى يطلع منظرهم احلى. بنجهز مقلايتنا، وبس حمت مقلايتنا كثير منيح بنبلش بنقلي الشيش بسم الله. بنخليهم اول 3 دقائق ما بنحركهم ابدا. عدت عليهم اول 3 دقائق وصوات نقلبهم على الطرف الثاني بسم الله. يا سلام. وعلى الطرف الثاني بياكلوا كمان 3 دقائق وبصيروا عنا جاهزين. بس بهي المرحله اذا بتحبوا تقلوا معهم شويه بصل وبندوره وفليفله ما في اي مانع. بدنا رغيفين من الخبز، ومقدار معلقه كبيره من دبس الفليفله بسم الله، شويه زيت زيتون وشويه دبس رمان. يا سلام سلام. ندهن وبنخربطهم مع بعض وبصير خبز محمر جاهز. وللبيواز بصل مقطع شرايح وبقدونس مقطع ناعم بسم الله، والكثير من الدبس الرمان، وهن بدهم سمار بس انا للاسف ما عندي لهيك حاستخدم تقريبا عصير نص ليمونه بسم الله، رشه ملح، ونخلطهم كثير منيح وبصير عندنا بيواز جاهز. وهيك كل عدتنا صارت جاهزه وما بقى عنا غير التطبيق. والبطاطا هون اساسيه. الله الله. وهي الخضره اللي قليناها الله وكيلكم كاني قالينهم على المنقر. وبنختم بشيشنا. الله